مسلسل ايش ايش الحلقة ال29. في الحلقة دي كان خلاص البوليس راح يقبض على رجب. طبعا هنا ايش ايش كانت بتكلم عبد العاطي وضربته بالقلم لما قعد كل شويه يساومها، وقالت له انا فيها نفسي كده في حاجه كده نفسي اعملها معاك من زمان. قال لها ايه؟ ما تخليش حاجه في نفسك. قال لها راحت ضرباه حته قلم على وشه. وبعدين رجب طالع هو وايش ايش على السلم، راحت شاديه شافته وقالت لها ايه يا حبيبتي اطلعي واحده واحده احسن اللي في بطنك يقع ولا حاجه. راحت قالت لها اه صح ده انا نسيت ان انت سقطتي. راح رجب نازل ضربها حته قلم على وشها. قالت له بقى كده يا رجب بقى كده تضربني عشان خاطر دي؟ قال له وخلي بالك بعد كده اي وقت تخليني اخاصم ايش او تحكي اي مشكله عليها او خناقه انا هنصفها هي انت لا. طبعا اتجنت شاديه وطلعت ودخلت وكلمت مختار وقالت له شفت عاجبك كده ابوك اللي بيعمله فيا؟ قال لها بقول لك ايه ياما، خلاص ايش ايش دي نقطه ضعف ابويا مالكيش دعوه بيها عشان هو بعد كده هينصفها هي، مالكيش دعوه بيها خالص. قالت له وانت بتضرب البت ليه؟ قال لها بقول لك ايه انا كمان مش عايزه خلاص لبنى دي وانا عايزه اطلقها، انا بس معايا مصلحه مع ابو مع رجب وخلاص. هحاول افتح معاه الحوار ده بعد، هو دلوقتي خلاص طفيلي شويه، وانا هحاول افتح معاه الحوار واقول له ان انا عايز اطلق لبنى عشان البت دي خلاص ما بحبهاش ما مش طايقها. هو انت فاكره يعني ان هي لما ابوها يموت هتديني فلوس؟ دي بنت معفنه ومش هتديني اي حاجه. قالت له مالكش دعوه انت بس ارضي امك وشوف هيحصل فيها ايه. راحت قال لها لا انا هعمل اللي في دماغي، انا ابويا راضي عني وانا مش عايز اي مشاكل معاه. خلاص الباب ده اتقفل. طيب دلوقتي بعد كده بقى راحت ايش ايش لرجب، ورجب قال لها بقول لك ايه انا عايزك تشتري شقه لامك وعايز يبقى فيها مصروف شهري لامك. قالت له يا سلام ده انت يا رجب انا هسميك بعد كده كريم مش هسميك رجب. وبعد كده راحت لامها وقالت لها. وطبعا هنا خلاص ما وافقتش وقالت لها لا مش عايزه الكلام ده، دي فلوس رجب وانا مش عايزاها. وتيسير راحت لبوشكاش وقالت له ايه، راح بوشكاش قال لها انت ايه اللي جايبك حنيتي وجايه تعيشي معايا؟ بس انا خلاص دلوقتي مش عايزك، انا دلوقتي معايا حب جديد ومش عايزك خلاص. قالت له تويكس انا مش عايزاك انت اصلا، انا جايه عشان تساعد الولد غلبان ابنك اللي عمرك ما عملت له اي حاجه في حياتك، اديله فلوس خليه يفتكرك بعد ما تموت. قال لها لا مش عايزه، انا قلت له تعالى اشتغل معايا وهو قال لي لا. هنا بقى ايش ايش كمان قالت لرجب بقول لك ايه يا رجب، هي خايفه عليه جدا ومش عايزه تخليه يروح طبعا ميعاد التسليم. راح قال لها قالت له بقول لك ايه يا رجب ما تيجي بكره نطلع كده اسكندريه، طبعا كل ده خايفه عليه عشان ايه عايزه تتوهه عن ميعاد الايه التسليم بتاع المخدرات. قال لها لا انا بكره مش فاضي عندي شويه شغل ومواعيد ومش هينفع نروح في حته. قالت له ليه بس؟ ما تخليها اي حد يقعد مكانك واحنا نروح. قال لها طب خلاص يا ستي انا مش هزعلك، انا بكره الصبح انا هقضي مشاوير وبالليل نطلع على اسكندريه ونقعد براحتنا. قالت له ما انا عايزه اقضي اليوم من اوله. قال لها ماشي ما احنا هنقعد كام يوم براحتنا. طبعا هي خايفه وقلقانه ومزعلانه جدا، راحت واخده السواق بتاعها ونزلها في اي حته في مكان في اي حته في مكان. وطبعا راحت للبوليس والضابط وقالت له بقول لك ايه ميعاد التسليم مش بس اتغير ده ميعاد التسليم اتلغى خالص. رجب وفرج اتخانقوا مع بعض وفضوا الشراكه ما بينهم. قال لها بجد والله؟ قالت له اه. قال لها طب ماشي كويس انا كمان شويه كده هطلع انا والمدام والاولاد اسكندريه عشان انا عايز العيال عايزين ايه يتفسحوا شويه بيزنوا عليا. طبعا هو بيضحك عليها وبيسيرها علشان ايه؟ عشان ايه؟ يعرف عارف انها كدابه. وكمان عايزه اقول لكم كمان اللي حصل ان لبنى راحت لاخلاص وقالت لها تاخدي المليون جنيه دولت وبس، مش عايزه حد خالص في الناس دي كلها تعرف ان انا ان انت امي وانا بنتك. قالت لها بقول لك ايه انت عايشه مع فرج كل الوقت ده كله وطبعا لازم تطلعي بالندله والقرف اللي انت فيه ده كله، انا مش عايزاكي خدي المليون جنيه وعلى الله تقولي لحد ان انا اللي امك. طبعا هنا بعد ما ايش راحت ليه الضابط شافت حد بيقول يلا بينا هنروح نقبض دلوقتي على رجب. وبكده تكون خلصت الحلقه. لو عجبتكم الحلقه 29 حطوا لايك واشتركوا